في الفيديوهات اللي فاتت قدرنا نلخص أفلام كتيرة كنا بنراهن فيها على قد إيه عقولنا تقدر تتقبلها وتحللها. لو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت ادخل شوفها وقول لنا رأيك فيها. في فيلم النهاردة احنا قدام مجموعة كبيرة من الألغاز، بنفضل نسأل نفسنا من أول لحظة ومش بنلاقي أي إجابات أو تفسير منطقي للفيلم غير لما بينتهي. في ملخص فيلم النهاردة حضر نفسك للي هتشوفه وشايك أو قهوتك وخلي بالك من صحتك. بيبدأ فيلمنا مع مالك واللي بيكون دكتور في مستشفى الأمراض العقلية، وهو بيسمع لجلسات مريض في مستشفى الأمراض العقلية واللي بيتكلم فيها عن طفولته وعن أمه اللي كانت بتحبسه في أوضة جوه فندق لحد ما بترجع من شغلها. وبنلاقي من التسجيلات دي وبنفهم منها إنه بيتم التحقيق معاه بخصوص 6 جرائم قتل، وبيتم إثبات التهم عليه والحكم صدر عليه بالإعدام. ولكن المحامي بيلاقي المذكرات بتاعته دي وبيطلب من المحكمة إنها تعيد فتح تحقيق في القضية، وبيطلب المحامي إن تحصل جلسة سريعة قبل تنفيذ حكم الإعدام. وبتستجيب المحكمة للمحامي، وفعلا بيتم نقل المتهم مالكم من سجن الإعدام لسجن تاني لحد ما القضية يتحكم فيها. وبنروح لمكان تاني في فندق في حتة بعيدة، وليلة فيها مطر وسيول كتير، وبنلاقي واحد اسمه لاري قاعد بيتفرج على برنامج، وبنلاقي واحد تاني داخل عليه وشايل مراته على ايديه وبيكون اسمه جورج، وبتكون مراته مغمى عليها وبتكون بتنزف جامد. وبيجي واحد اسمه بيتر علشان يساعده ويشيل معاه مراته اللي هي بتنزف، وبيحكي لهم جورج سبب الحادثة وإنه كان راكب عربيته هو ومراته وابنه، وفجأة بتعدي واحدة الطريق فخبطها بعربيته، فبينزل هو ومراته علشان يطمنوا عليها، وفجأة بتيجي عربية تانية وبتخبط مراته وبتوقعها على الأرض، وإنه اضطر ياخدها لأي مكان علشان يقدر يعالجها ويطلب الإسعاف. وبيقول إنه لما لقى إضاءة الفندق ما ترددش لحظة وجي جري علشان خاطر يسعفها في الفندق هنا. وبتتصل إدارة الفندق بالإسعاف علشان تيجي تلحق المصابة، وبيدخل حد تاني وبيكون معاه واحدة برضه مصابة، وبيبان إن هي اللي خبطها الزوج بعربيته، بس بيبان إن إصابتها خفيفة، فبيسيبوها في الفندق علشان يلحقوا ينقذوا الزوجة. ومبيبقاش في عربيات إسعاف عارفة تيجي علشان خاطر إن الطريق مقفول بسبب المطرة والسيول. وبعدها بنلاقي إن في عربية شرطة جت وقفت قدام الفندق، وبينزل منها ضابط شرطة ومعاه مسجون، وبيكون ضابط الشرطة ده هو المسؤول عن نقل المسجون اللي معاه. وبنلاقي هنا إيدي هو اللي بيضطر إنه يعالج الزوجة، وبيطلب إبرة وخيط علشان يخيط الجرح ويوقف النزيف. وفعلا بيوقف النزيف، وبتضطر الزوجة وزوجها يناموا علشان ترتاح. وفي الناحية التانية بنلاقي الضابط إنه بيأيد المسجون اللي معاه في ماسورة الحمام. وبنلاقي واحدة خارجة من أوضة رقم 9 علشان تدور على شبكة في تليفونها، وبعدين بتخرج بره في الشارع علشان تلاقي شبكة، وبيتم الهجوم عليها وبتتقتل. والضابط اللي بيكون موجود بيسمع صوت صراخ وبيخرج علشان يشوف في ايه، وبيروح على مكان الغسالات اللي بيكون سامع فيه دوشة وصوت كتير، وبيفتح الغسالة وبيلاقي راس العميلة دي موجودة فيها، وبيلاقي جنب راسها مفتاح ومكتوب عليه رقم 10. والأوضة رقم 10 دي اللي بيكون نازل فيها الضابط والمسجون اللي معاه. وبيرجع يجري الضابط على الأوضة بتاعته، وبيلاقي إن المسجون اللي معاه كسر الحديد وهرب. بعدين بيبتدي الضابط إنه يجمع كل النزلاء اللي موجودين في الفندق علشان يحقق في الجريمة اللي حصلت دي. وبيبتدي الضابط إنه يطلب منهم إنهم يفضلوا في أوضة 3 علشان خاطر يدوروا على المسجون اللي هرب في كل الفندق. وبينزل الضابط وموظف الفندق معاه، وبيبتدي يدوروا على المسجون اللي هرب. وبنلاقي النزيلة رقم 6 بتتعصب جدا، وبتقول لجوزها إنها مش قادرة تستحمل وإنها لازم تمشي دلوقتي من هنا حالا. وبتدخل أوضتها اللي رقم أوضتها بيتقلب وبيبقى رقم 9، وبعدين بتدخل الحمام وبنلاقي إن في ظل حد وراها واقف بسكينة، وبتحاول تقفل الباب جدا وتقاوم الراجل ده، ولكن بتضطر تقفل باب الحمام وتنط من شباك الحمام على الشارع. ولما بتنط على الشارع بتلاقي إن الضابط وموظف الفندق موجودين تحت في استقبالها، وبتقول لهم على اللي حصل معاها. وبيجري الضابط والموظف على أوضة رقم 6 علشان يقبضوا على القاتل، ولكن بيلاقوا جوزها مقتول. في الناحية التانية بنلاقي إن المسجون بيحاول يهرب لمكان بعيد لحد بيلاقي مكان بيتدارى فيه،
وبيبص من الشباك في المكان اللي في الدايرة فيه، وبيلاقي نفسه إن هو لسه جوه الفندق. وبيلف وراه بيلاقي إن الضابط موجود وراه، وبيضربوا الضابط وبيقع مغمى عليه، وبيربطوه في مكان جوه الفندق. وبيطلب الضابط من موظف الفندق إنه يفضل قاعد جنبه هنا علشان ما يهربش تاني. ويبتدي الضابط يروح إنه يصور مسرح الجريمة، وإنه بيتصل بالبوليس علشان خاطر يلحق يجي. وأثناء ما بيصور الجريمة بيكتشف إن في مفتاح موجود جنب الجثة وعليه رقم 9، وكده بيستنتج إن في تسلسل للجرائم دي، وإن أول جثة لقى جنبها مفتاح رقم 10، والجثة دي بيلاقي جنبها مفتاح رقم 9. وبيلاقي لاري موظف الفندق سايب المسجون اللي كان بيراقبه، وبيتحركوا كلهم علشان يدوروا على المسجون اللي كان موجود. وبيلاقوه على الأرض ميت ومضروب بمضرب بيسبول، ومحطوط جنبه رقم 8. وبيبتدي كلهم يوجهوا الاتهام لموظف الفندق، ولكن الموظف بينهار وبيطلع سكينة وبيحطها على رقبة لاريس، وبيقول لهم إن هو ملوش أي علاقة بجرائم القتل اللي موجودة في الفندق. وبتحاول باريس إنها تهرب منه وبتضربه، وبيقعوا الاتنين على باب التلاجة. وفجأة باب التلاجة بيتفتح وبتخرج منه جثة متجمدة. بعدها بيجري لير عشان يهرب، وبيروح لعربيته وبياخد العربية وبيجري، وبيكون واقف قدامه تيمي واللي بيحاول جورجيو إنه ينقذه، ولكن العربية بتخبطه وبيموت. وبننتقل للمحكمة، وبنلاقي إن الدفاع بيدافع عن المتهم في جريمة القتل دي مالكوم، وبنلاقي معاه الدكتور النفسي مالك، واللي بيقدم أوراق بتثبت إن مالكوم ده عنده انفصام في الشخصية، وإن المرض ده ملوش علاج لحد دلوقتي. وبيظهر قدامنا مالكوم جوه المحكمة، وبيكون مش باين عليه أي ملامح قلق أو توتر. وبنرجع نلاقي لاري متكتف في الكرسي، وبيقول لهم برضه إنه ملوش دعوة بجرائم القتل دي، وإن الجثة اللي وقعت من التلاجة هي جثة مدير الفندق، وإن أول ما جه لقى مقتول، ومرضيش يبلغ البوليس علشان محدش يتهمه فيها، وقال إنه مسك مكانه علشان يلم أي فلوس، وإنه كان مفلس. وابتدوا يصدقوه. وبتقول لهم جيني إن ممكن يكون في بينهم حاجات مشتركة، وإن ده السبب اللي خلاهم متجمعين هنا في الفندق، وإن القاتل هو اللي ممكن يكون مجمعهم بفعل فاعل علشان يعمل اللي هو عاوز يعمله. وأثناء ما بيتكلموا بنسمع صوت صريخ من الأوضة اللي كانت فيها الزوجة، وكلهم بيجروا يتحركوا على الأوضة، ولكن بيلاقوها مقتولة. وبيلاقي إنه في مفتاح مكتوب عليه رقم 6 واقع تحت السرير، وبيستغربوا جدا إنها ماتت مقتولة، لأنها أصلا المفروض كانت تموت من الحادثة. وبيبتدوا يفكروا بيقولوا فين المفتاح رقم 7، وبيتحركوا على الجثة بتاعت جورج، وبيلاقوا فعلا في جيبه المفتاح رقم 7. وبيستغربوا جدا لأن جورج ميت في حادثة عربية، وبيقولوا إن إزاي القاتل قدروا إنه يتوقع إنهم هيموتوا بالتسلسل ده. وبيطلب منهم إيدي إنهم يحاولوا يهربوا لأي مكان بعيد، وياخدوا أي طريق علشان يختفوا بعيد عن الفندق. وبتجري تيمي وجيني ناحية العربية، وفجأة العربية بتنفجر. ولما بيجري عليهم رولز بيلاقي إن ملهمش أي أثر، وإن كمان جثة جورج اختفت. وبيروح يدور على باقي الجثث، واللي بيلاقيهم برضه إن كلهم مختفيين، وإن ملهمش أي أثر في الفندق. وبتبتدي باريس تصرخ وبتقول إنها عاوزة تعيش، وإنها مش حابة تموت، وإنها أصلا هتتم ال30 سنة الأسبوع اللي جاي. وبيكتشفوا إن كلهم أصلا مولودين في نفس اليوم، وإن حتى اللي ماتوا مولودين برضه في نفس اليوم. وفجأة بيحصل رعد شديد، وبيتسبب إن الكهرباء تقطع من الفندق. وبيلاقي إيدي إن اسمهم التاني كلهم على اسم بلد. وفجأة بيسمع إيدي الدكتور مالك وهو بيكلمه، وبيقول أنت بتكلم مين في شخصيات مالكم. وبنكتشف إن كل اللي بيحصل ده خيال في دماغه بس. وبيبتدي الدكتور بيسأله إيه آخر مكان فاكره، وبيقول له آخر مكان فاكره إنهم كانوا محبوسين جوه فندق، وإنهم بدأوا يموتوا واحد ورا التاني. وبعدين الجثث ابتدت تختفي، وبيعرض عليه الدكتور صورة مالكم، وبيسأله إذا كان يعرفه ولا لأ، اللي هو أصلا إيدي. وبيصرخ إيدي وبيقول إنه ما يعرفوش أصلا. والدكتور بيقوله إن اللي في الصورة ده شخص قتل 6 أفراد. ويبتدي الدكتور يقوله إن أي طفل صغير بتحصله صدمة في حياته عقله بيتقسم وبيحصل له انفصام تام، وإن هو ده بالظبط اللي حصل مع مالكم. ويبتدي الدكتور إنه يطلع له مراية، وفجأة بيشوف نفسه فيها، وإن إيدي نفسه هو مالكم. وبيتعصب جدا ومبيكونش مصدق اللي هو شايفه. وبيبتدي مالكم بيسرح بخياله، وبيرجع للفندق بس بشخصية إيدي، واللي بيكون فيها رولز وباريس
بيدوروا على كشاف وبيروحوا على العربية وبيلاقوا الأسلاك بتاعة العربية مقطوعة، وبتكتشف باريس إن رولز قاتل زيه زي روبرت، وإن هو اللي قتل الضابط وحطه جوه العربية، واتعامل على إن هو الشرطي المسؤول عن روبرت. وبتجري باريس تدور على إيدي، ولكن بتلاقي رولز قدامها، وبيلحقها لير على آخر لحظة، وبيضربوه على ظهره وبيقع على الأرض مغمى عليه. وبيحاول ياخد المسدس بتاعه، ولكن هو بيفوق وبيضربه بالمسدس وبيقتله، وبيطلع يجري ورا باريس علشان يلحقها، لكن ايدي بيلحقها وبيضرب عليه نار وبيموته. وبكده كل الشخصيات بتكون ماتت، وبتكون بس هي اللي فاضلة باريس. وبيقول الدفاع ان باريس هي اللي قتلت، وان مالكم كده قدر انه يقضي على الست اشخاص اللي في دماغه. وكمان بيطلب من القاضي انهم يخليه يكمل علاج في عيادة الدكتور مالك، وبيتوقف حكم الإعدام اللي صدر ضده، وبيروح فعلا علشان يكمل علاجه. وفجأة بتظهر في دماغه شخصية باريس، واللي بنلاقيها اشترت بيت وأرض وعايشة فيهم زي ما كانت بتحلم. وفجأة وهي بتحفر في البيت بتلاقي مفتاح مكتوب عليه رقم 1، وبيظهر من وراها الطفل تيمي وبيقتلها. وما كانش حد أصلا شاكك فيه من الأول، وبنلاقي إن الطفل ده عمل كده بسبب معاملة والدته، وإنها كانت بتسيبه في فندق وهو صغير، وبتقفل عليه لحد ما بترجع من شغلها. وبيقتل مالكم الدكتور مالك وبيهرب من العربية. بس كده يا سيدي، وبينتهي فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يظهر لك كل الأفلام بتاعتنا. كتبت لكم الحلقة مامة نيلي، وسجل لكم الحلقة والد نيلي. سلام.